بسم الله الرحمن الرحيم. في أقل من دقيقة سيد الرئيس أقول للمناوئين ولأعداء الفكر والكلمة أنني سأقاضي الفيسبوكيين المأجورين الذين احترفوا تشويهي بمقابل مادي حقير. لن تنجحوا في إقصائي وعزلي ولا في المس من ثقتي في نفسي مهما أخرجتم تدخلاتي من سياقها ومهما تفننتم في محاولة تحطيمي. ثقتي في حزبي أولا ثم في كتلتي ثانيا وتحديدا في رئيسها الذي يمكنني دائما من التدخل. أعلمكم بأنني سأطالب بفتح تحقيقات في أصحاب الصفحات التي هي موثقة عندي بالصورة وبالكلمات، وسأطالب بمحاكمتهم محاكمة علنية حتى يكونوا عبرة لمن يعتبروا وحتى تكشف للعلن كل الأطراف التي وراءها من أحزاب أو من أشخاص قلوبهم مريضة، لأنني لم أتعرض في حياتي إلى أي إساءة لأي طرف مهما كان ولن أنحدر إلى مستواهم. طفح الكيل سيد الرئيس وانتقل الأمر من تشويه النواب إلى الصحف المكتوبة أو بالأحرى أشباه الصحف المكتوبة، ولا بد من وضع حد لهذا النزيف اللا أخلاقي لما يحدث على صفحات التواصل الاجتماعي. وهنا أختم فأقول أطالب وزير تكنولوجيات الاتصال بإصدار أمر أو قرار يجعل الإبحار في فتح الحسابات في الفيسبوك بمقابل مادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. سونيا بن تومية سياسية ولا خبيرة؟ سونيا بن تومية جايبها الريح للمجلس.